السلام عليكم، مساء الفل على حضراتكم يا زملكاوية. النهاردة عندنا أخبار تخص الزمالك والأهلي، ولكن خليني أبدأ معاكم الأول بالأهلي. نادي لانس الفرنسي قدم عرض رسمي لشراء إليو ديانج مقابل 1.5 مليون يورو. لاعب واضح جدا إنه مش عايز يتجدد، وهو معاه الحق يوقع لأي نادي في يناير. يعني بنسبة كبيرة ديانج في طريقه للرحيل. انا شايف بصراحة ان خسارة ديانج للاهلي زي بالظبط لما الزمالك خسر زيزو، لاعب كويس جدا وصعب تعويضه. جون ادوارد بيأكد انه لسه ماشي في السكة الصح. زمالك انهى صفقة الكيني بارون تحت السن. اللاعب هيتم قيده في يناير وهيشارك في الدور الثاني. يعني يا جماعة الزمالك داخل الدور الثاني بصفقات وراها مستقبل كبير. المدير الفني طلع النهاردة وقال الفريق جاهز بنسبة 100% لمواجهة مودرن سبورت. أهم من كده كمان إن البرازيلي الفينا هيبدأ أساسي في الجناح الأيمن، وكمان رجوع أحمد فتوح للقايمة ممكن يبقى نقطة تحول، خصوصا لو استعاد مستواه اللي احنا نعرفه. متنساش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.